الأسئلة دي برغم إنها تبدو كده ملهاش علاقة بالعلم النفس والسايكولوجي والحاجات دي، إلا إنها مرتبطة جدا لأنها بتدل على المعتقدات اللي بتجيب لي المشاعر اللي ببقى مرتاح من نفسيا أو لأ. فلما أبقى حاسس كده إنه في شخص ظلمني ومش هيتحاسب ومش هيحصل له حاجة، ببقى متضايق ومتاخد. طيب، بغض النظر عن نيته، هو ربنا أدرى باللي عمله ويقدر يحاسبه على اللي هو فيه. ولكن ليكي انت، نصيحتي ليكي انه لا، انا ما بشغلش بالي هو حصل له حاجه ولا لا، لان قد يحصل له ما اشوفش وقد ما يحصلوش دلوقتي وحاجات تانية كتير. لكن اهم حاجه انه ابقى شاغل بالي ان شاء الله ربنا هيراضيني، هبقى مبسوط، انا هبقى مطمنه. ما اربطش حياتي ورضايا وسعادتي وبراحتي بان الشخص هيتاذي ولا لا. فاركز على نفسي وابقى فاهمه انه ربنا عادل. فلو هو ظلمني، هو شايف بقى كده مش شايف كده، فانا ربنا هيرد لي ده.